السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم القصة ديالنا فيها شوية الرعب. الدراري الصغار ولا الناس اللي كيخافوا بلا ما يتفرجوا فيها، لأنه الأحداث اللي فيها خطيرة. وفي البداية بغيت نقول لكم أنه هذه القصة وقعت في دولة عربية ومذكورين البلايص الحقيقيين اللي وقعت فيها، يعني القصة حقيقية. دوك الأماكن تقدروا تمشيو ليهم، واخا أنا ما كننصحكمش تمشيو ليهم. قبل ما نبداو القصة بغيت نقول لكم أنه أغلبية الناس اللي كيتفرجوا ما كيديروا لا أبوني لا لايك. ما فيها باس إلا شجعتينا باش تكبر القناة شوية. بلا ما نطولوا في المقدمة، خليونا ندخلوا مباشرة في القصة ديالنا ونشوفوا شنو فيها على بركة الله. القصة ديالنا وقعت في تونس. اللي عاودها لينا هو واحد الامام ديال المسجد اللي سميتو البغدادي، وكيقول البغدادي انه هذه القصة هي اغرب شيء وقعت ليه مع الجن، حيت فايت ليه وقعوا ليه شي حوايج مع الجن، لكن هذه المرة داكشي اللي وقع ليه عمرو شافو في حياته. هذه القصة انتشرت بزاف في تونس، بزاف الجرائد كتبوا عليها، خصوصا فاش مات الشيخ البغدادي بطريقة غريبة. وكيقول البغدادي انه جاو عندهم شي ناس هو واحد الشخص اخر صاحبه، وطلبوا منهم يمشيو معاهم لواحد الدار قديمه بزاف. هذه الدار كاينه في واحد المنطقه سميتها المحمديه التونسيه. هذه المنطقه اثريه وقديمه بزاف، وهنا الشيخ البغدادي مشى هو وداك الشيخ الثاني لديك الدار القديمه. كيقول انه هذوك الناس جاو عندهم باش يجيو يقراو ليهم القران في ديك الدار، لانها ولات كتوقع فيها شي احداث غريبه بزاف. بما ان المنطقه كانت قديمه، يعني حتى الدار قديمه، وإلا شفتيها صعيب تدخل ليها لانه قربها تطيح. وهاد الناس مساكن اللي ساكنين فيها الحاله الماديه ديالهم قاصحه بزاف، كانوا عايشين تحت عتبه الفقر الى اقصى درجه ممكن تتخيلوها. هاد العائله تتكون من ام ارمله مات لها الزوج ديالها، وعندها جوج دراري، وواحد من دوك الدراري كان مريض مجنون مسكين وهو الكبير فيهم. فاش سول الشيخ البغدادي ديك الام على كيفاش كانت الحاله الصحيه ديال ولدها، جاوباتو باللي كان عايش بخير وبعقلو وما عنده حتى مشكل، حتى لواحد النهار اللي غادي يدخل لواحد الغار اللي كان في واحد المنطقه سميتها الدواميس. وهاد المنطقه كانت قريبه نيت من دارهم. فاش دخل داك الغار وهو يغبر، ما باقيش لقاوه حتى فات عامين من الاختفاء ديالو. يعني تخيلوا الدري مشى لديك المنطقه اللي سميتها الدواميس هو يدخل لداك الغار من بعد ما بقاش بان ليه الاثار. وفاش رجع كان مشى ليه عقلو مسكين، تصطاد الدري ولا كيدخل ويخرج في الهضره، ما بقاش نورمال. وكتقول الام باللي فاش رجع ولاو كيوقعوا شي حوايج غريبه في دارهم، والمصيبه انه ما كانش عندهم بديل فين يمشيو يسكنوا هي وولادها. هو يعاود سولها الشيخ البغدادي شنو مثلا الاشياء الغريبه اللي كتوقع في الدار، وهي تجاوبوا باللي كتشوف شي ناس غرباء في دارهم، يعني ناس حنا ما كنعرفوهمش نهائيا. مرة كيبانوا ليهم ومن بعد ما كيبقاوش يبانوا، كل مره كيسمعوا شي اصوات غريبه كتجي من تحت الارض ولا وسط الحيوطه، وديما فاش كيبغيو ياكلوا كيلقاو الزغب والوسخ في ماكلتهم. وكتقول انها في واحد النهار كانت جالسه مع ولادها ومعاهم واحد الولد من ولاد جيرانهم، شافوا شي ناس غرباء في دارهم وما كيعرفوهمش، وكان كيبان فيهم غير النص الفوقاني، يعني كانوا كيمشيو بلا رجلين. تخيل انك تشوف النص تاع بنادم غادي قدامك، باش غادي تحس؟ ومن بعد هادشي لاحظ الشيخ البغدادي ان ولدها الصغير هو ماشي صغير بزاف، باللي ما عندوش واحد الدرسه، وجاه الفضول هو يسولو علاش فين مشات لك الدرسه. جاوبوا الدري انه فقد هاد الدرسه بواحد الحديث غريب، قال ليه باللي كان واحد النهار كيصلي في وحده من الغرف ديالهم، وفاش صلى الصلاه ديالو خرج من ديك البيت وتلاقى مع واحد المش، ماشي اي مش عادي، كان مش كحل وشكون كان غريب كيخلع، وكان ناعس قدام الباب تاع الغرفه وراسو داير عكس الجسم ديالو. كيقول الدري فاش شافو كان قال واقيلا راه ميت، وهو يهز واحد العصا وضربو باش يتاكد باللي واش ميت ولا حي. كيقول هنا نقز ليه داك المش على وجهه وبقى كيشوف فيه وكيهضر معاه بواحد الصوت كيخوف، وتما داك المش غيهرب جهه الكوزينه وتما غيغبر. وفاش تبعو ما بقاش لقاه، طار بسم الله الرحمن الرحيم، قلب عليه في جميع الاماكن غبر مره. وكيقول من بعد هادشي اللي وقع مشيت للغرفه ديالي ونعست شويه، بديت كنحلم باللي كنت كنصلي، وفاش ساليت الصلاه حليت الباب تاع الغرفه باش نخرج، وانا نتلاقى مع واحد الشخص وجهه في وجهي، كانوا يديه طوال والبشره ديالو كانت كحله، وكان هاز في يديه عصا وهو يضربني بها. كيضرب وكيقول علاش فاش شفتيني ناعس وضربتيني علاش، وكان معصب عليا بزاف. وكيقول تما فقت من النعاس ومخلوع وكنت كلي عرقان، وتما حسيت باللي الضرسه ديالي تهرسات والدم كيخرج من فمي. وبقى الدري كيعاود للشيخ البغدادي باللي في واحد النهار كانت الشتوى ديك الساعه سمعت شي واحد كيعيط ليا بسميتي، وشويه كنسمع صوت دقان في الباب، وكنت ناعس في الغرفه ديالي. ملي مشيت نشوف شكون اللي كان كيعيط ليا وكيدق في الباب،
وحليت الباب ما لقيت حتى حد، كانت الدنيا خاويه. ورجعت لبيتي باش الناس، وفاش تكيت في بلاصتي بديت كنسمع ثاني داك الدقان، ولكن ماشي بحال الاول. هاد المره كانت مجهده، وحتى الصوت اللي كان كيعيط ليا بقى كيعيط ليا، ولكن حتى هو هاد المره بالجهد. ومشيت بالزربه عند الباب باش نقدر نلقى هذاك اللي كيعيط وكيدق، وعاود ثاني ما غنلقى والو. ورجعت المره الثانيه باش الناس، وفاش تكيت في بلاصتي بقيت كنفكر في هادشي اللي وقع، زعما شكون غادي يكون كيعيط ليا وكيدق في الباب بهاد الطريقه ويهرب. ديك الساعه بديت تنسمع ثاني داك الدقان، ولكن هاد المره مجهد وكان غير قريب، ما بقاش كيتسمع في الباب تاع برا. هاد الصوت والدقان كيجي من جهه الماريو اللي كان في البيت ديالي، وقال باللي هنا تجمدت في بلاصتي وما قدرتش نتحرك من شده الخوف اللي كان فيا. ما قدرت ندير حتى حاجه وما قدرت حتى نرمش، بقيت غير كنشوف في ذاك الماريو كنتسنى شنو غادي يوقع. وشويه بشويه بدا الباب تاع الماريو كيتحل، وكيبان ليا شخص ضعيف وصلع، وكان كيتنفس بطريقه غريبه، وعينيه كيبريو في الظلمه، وما كانش عنده الشعر في الجسم ديالو الا شويه اللي كان داير بالعوره ديالو، وكان كيمشي على يديه ورجليه. وهنا ما قدرتش نبقى نشوف في ذاك المنظر، تجمدت في بلاصتي وسديت عينيا وبقيت سادهم حتى خرج من الغرفه ديالي. لحسن الحظ ما دار ليا والو. ذاك النهار ما قدرتش ننعس، بقيت مخلوع وحال عينيا لا يعاود يرجع ليا حتى طلع الصباح. وكيقول الشيخ البغدادي انني استغربت من هضرته وتشاورت مع الشيخ اللي كان معايا اللي كان سميتو الشيخ الجريدي، حتى هو كان امام المسجد، واتفقنا نبداو نقراو القران في هذا الدار، لانه الاشياء اللي كتوقع فيها صعيبه وغريبه بزاف، وضروري خاصنا نرقيو هذا الدار. وديك الساعه كان الليل، وكي بدينا نقراو في القران طاح الضوء، وبدينا نسمعوا حس الناس كيتمشاو بيناتنا. حسينا ماشي غير بوحدنا اللي كاينين في الدار، ولكن ما خفناش وكملنا قراءه القران حتى عاود رجع الضوء. وفاش شعل الضوء هنا غادي نتصدموا، لقينا اثار اقدام كانت عامره بالنجاسه والوسخ في ذاك المكان فاش كنا كنقراو. وكان هادشي اغرب حاجه شفتها في حياتي. كل مره نبداو نقراو القران كيوقع نفس الموضوع، وبقينا كنقراو القران ما حبسنا حتى كملنا الحزب. فاش سالينا الحزب تلفتنا جهه الام ولقينا الملامح ديالها كانت حزينه بزاف، كانت مخلوعه من داكشي اللي كان كيوقع في دارها، وحنا نقولوا ليها غير سيري عند الجيران وباتي عندهم حتى للصباح. بما سالينا قراءه القران، خلي غير ولدك الصغير معانا، انت سيري ارتاحي لك شويه. تما الام مشات هي وولدها الكبير عند الجيران، وبقينا غير حنا بثلاثه، انا والشيخ الجريدي والدري الصغير. وكيقول رجعنا ثاني بدينا كنقراو القران، شويه الدري الصغير سخف وحطيت يدي على راسو وكملت قراءه القران. وشي دقائق قلال بدينا كنسمعوا صوت الضحك، ولكن قريبه شويه لنباح الكلاب، وهذا الصوت كان كيجي من تحت الارض. وهنا حبست القراءه وبقى مكمل الشيخ الجريدي. وفاش تحنيت على ركابيه وحطيت ودني على الارض، هنا كنسمع صوت الضحك بزاف كان واضح، وبقيت كنسولو شكون نتوما، ولكن حتى حد ما ردش عليا. وذاك الصوت كيزيد يعلى، وهنا استغفرت الله وعاودت السؤال مره اخرى، ومن قوه الصوت والخوف وانا نلعنو في البلاصه رد عليا بجد وبواحد الصوت في شكل وقال لي خرجوا لي من المحالي. ومن بعد هذاك الصوت كيطلع شويه وكيغبر شويه حتى فاق الدري الصغير اللي كان فاقد الوعي. وفاش فاق بدا كيرد، وذاك الردان ما كانش عادي، كان كيرد الزغب من كرشو. وكمل الشيخ البغدادي كلامه وقال انه بقينا مكملين على ذاك الحال، كنقراو القران يوميا، ولكن هذه الاحداث الغريبه ما كتحبش نهائيا، ديما كيطرا نفس المشكل حتى فقدنا الامال في الحل لهذه المصيبه. وكيقول الشيخ انه في واحد النهار كنا جالسين كنقراو القران في هذا الدار، وكان معنا الولد الصغير. شويه دخلت علينا الام وطلبات منا انها تدخل المرحاض، وكان المرحاض اعزكم الله في الداخل تاع الدار، يعني ما كاينش شي حد يدوز للمرحاض ولا لشي بلاصه اخرى، والا خاصو يدوز على البلاصه فين كنا جالسين، ضروري يدوز من قدامنا. وقلنا لها تفضلي ودخلي للمرحاض، وحنا وقفنا قراءه القران باش هي ما تسمعش القران وهي في مكان ناجس. وفاش كنا كنتسناوها تخرج من تما سمعنا شي حد كيدق الباب، وانا براسي مشيت نحل الباب، وهنا غادي نتصدم ملي شفت شكون كان كيدق. غنلقى الام هي اللي كانت كتدق الباب، ولكن حنا كنا متاكدين باللي كانت في المرحاض. عجيب الامور اللي كتوقع هنايا. وكمل كلامه كيقول في واحد النهار هو والشيخ الجريدي قربنا نساليو قراءه القران، قلنا نحبسوا نستراحوا شويه حيت كنا كنقراو ولفتره طويله، فقلنا نرتاحوا شويه. كيقول من كثره العيال اللي كان فيا ما عقلتش على راسي حتى طحت ناس، وفاش ضربتني الفيقه ما لقيت حتى حد في الدار. وديك الوقيته غربات الشمس وطاح الظلام، وانا ما فهمت والو، تخربقت ما عرفتش شنو ندير، وانا بوحدي في الدار ما كاين حتى حد. والشيخ الجريدي والدري الصغير ما لقيتهمش، ما عرفتش فين مشاو. شويه بديت كنسمع شي صوت كيهضر بالحس حدا ودنيا، ماشي غير واحد، بزاف الاشخاص. الدار كانت عامره، كنحس بلي دايرين بيا من جميع الاماكن. وكيقول بديت كنشوف شي ناس كيشوفوا فيا من واحد الغرفه، وسميت الله ومشيت ليها ما لقيت فيها حتى حد،
واي غرفه دخلت ليها ما كنلقى فيها حتى حد. وفاش وقع هذا الشيء ما قدرتش نبقى في ديك الدار بوحدي وخرجت في حالي. النهار الاخر لقيت الشيخ الجرايدي وسولته، قلت ليه كيفاش انت خرجتي من الدار وما فيقتينيش من النعاس، وعلاش خليتيني تما بوحدي، كون فيقتيني نخرجوا كاملين؟ وجاوبني الشيخ الجرايدي بواحد الجواب اللي غريب، قال لي ياك انت طلبتي مني باش تخرج، انت اللي خرجتي وخليتيني. والام اكدت لهم باللي فاش رجعت للدار لقات غير ولدها الصغير بوحدو تما، يعني انت والسي البغدادي ما كنتوش اصلا في الدار. وكيقول بقات هذه الاحداث الغريبه على حالها، مهما قرينا القران واخا درنا اللي درنا حتى حاجه ما كتغير. وكمل الشيخ البغدادي وقال بانه في واحد الليله من الليالي كان ناعس وحلم انه دخل لواحد الغار اللي كان مضيق بزاف، كان كيشبه القبر، وهذا الغار كان قريب من دار هذه العائله. وتفاجئ النهار الثاني من نفاق من الناس، ومشى عاود الحلمه ديالو للشيخ الجرايدي، والشيخ الجرايدي قال ليه انه حتى هو حلم نفس الحلمه بالضبط بنفس التفاصيل. كيقول مشينا عند الام وسولنا على هذه الحفره اللي حلمنا بها، وسولوها واش كتعرف هذا المكان، قالت لهم كنعرفها، هذه هي الحفره اللي دخل ليها ولدي قبل ما يغبر. وكيقول تشاورت مع الشيخ الجرايدي وقلت ليه اش بان لك ندخلوا لهذا الغار ونشوفوا يمكن نلقاو في هذه الحفره اجابات للاسئله ديالنا، ولا نلقاو شي حل باش نساعدوا هذه العائله مساكن. ومن مورا صلاه الفجر في النهار الاخر مشينا لنفس المكان، والام هي اللي وراتنا تما. كيقول الشيخ البغدادي دخلت انا الاول وتبعني الشيخ الجرايدي. مني نزلنا وحنا نقولوا للام صافي انت غير سير رجعي في حالك بلا ما تنزلي معنا. وكان داك المكان مضيق بزاف وكان عندنا مصباح يدوي، لكن الغريب في الامر ان المصباح اليدوي اللي كان عندنا كان بالامكان انه يضوي لنا كاع داك المكان، ولكن ما كانش كافي، او غير كان كيتخيل لنا باللي ما كانش كافي. وكان السقف نازل بزاف، يعني ضروري تحنا باش تقدر تمشى تما. شويه بدا كيبان لنا شويه تاع الضو بعيد، وبدون شك انه مخرج ثاني لذاك الغار. كيقول الشيخ بقينا كنتمشاو في ذاك الغار لمده 10 دقائق تقريبا، او المده اللي دوزنا في ذاك الغار ما فايتاش 10 دقائق. وانتم الا بقيتوا عاقلين باللي قلت لكم باللي مشاو لذاك الغار ورا صلاه الفجر، يعني من المفروض انه يكون الصباح، ولكن فاش خرجوا من ذاك الغار كان ظلام بزاف، ولقاو راسهم في منطقه صحراويه كانت كتخوف بزاف. وكيقول فاش تلفتنا لديك البلاصه منين خرجنا لقيناها مدفونه بحال الا ما عمرها كانت شي حفره تما نهائيا. وبقى كيحاول الشيخ الجرايدي انه يحفر ديك البلاصه باش يلقى الطريق منين خرجنا، ولكن لسوء الحظ ما قدرش، بقى كيحفر بدون فائده حتى فقدوا الامل. وتما زدنا تاكدنا باللي هادو في عين الجن، وان الغار اللي دخلنا منه هو مدخل من مداخل عالم الجن. وكانت غير الكتبان الرمليه دايره بنا من جميع الاماكن الا اتجاه واحد، وهذا الاتجاه كانوا كيبانوا لنا شي ديور من الطين ولكن بعاد بزاف على حد الشوف، وكان كتبان لنا العافيه طالعه منهم. ومشيت جهه هذا الدوار كان كيبان لنا قدامنا المسافه اللي بقات لينا باش نوصلوا ليه ما كانش كثيره، ولكن المصيبه هي كل ما كنزيدوا نقربوا من هذا الدوار وهو كيزيد يبعد علينا، كنزيدوا نقربوا ويزيد يبعد حتى ولينا كنقولوا مستحيل نوصلوا ليه. وكيقول بقينا كنمشيو حتى عيينا تهلكنا بالمشي، وشويه بدات يبان لنا باللي راه قربنا نوصلوا ليه. وكل ما كنقربوا كنسمعوا اصوات المزامير والطبول والناس قاعدين يغنيوا، وطريقه الغناء كانت غريبه، ومع حتى الحيوانات كيغوتوا باصواتهم المخيفه. وفاش وصلنا لقينا ناس عراة ما لابسين والو، كانوا كيرقصوا وتيدوروا على ديك العافيه، ولكن ما كانش عندهم الظل من كثره العافيه. والمكان اللي كانوا كيتمشاو عليه رجليهم ما كانوش كيخليو اي اثار، يعني لا ظل ولا اثر رجلين. وكيقول انه واحد فيهم جا عندنا بالزربه ووجهه كان غريب، وفي طريقه جاي لينا كان وجهه الملامح ديالو غاديه وكتبدل، ما كانش طبيعي. وفاش وصل عندنا قال لنا جلسوا. فكيقول الشيخ هنا حنا ما قلنا اي كلمه، سكتنا. كلمه وحده اللي قلت فاش بغيت نجلس انني سميت الله، وغير سميت الله وجلسنا. فاش هزينا عينينا وحنا نلقاو راسنا انا والشيخ الجرايدي فوق واحد الصخره في وسط الصحراء، بحال الا عمره ما كان تما شي حد نهائيا، حتى الدوار غبر. ديك الساعه تخلعنا بزاف من المنظر اللي شفنا، وجلسنا وبقينا كنستغفروا. واحد شويه بدينا كنسمعوا صوت شي حد كان جاي لينا بحال مشي ديال شي حيوان عملاق جاي جهتنا. وتلفتنا ورانا ولقينا شخص كبير عملاق كان راكب على جمل، من كثر انه هو طويل وضخم الجمل كان شويه وتاح من كثر الثقل اللي كان ثقيل هذاك الشخص. وكان لابس تاج من الخشب، وفوق راسو كان فيه الدود، والجمل اللي كان راكب عليه كان كحل بزاف ما فيه شي لون اخر غير السواد. وقال لنا بصوتو اللي النبره ديالو كتخلع شكون جابكم لهذا المكان؟ نتوما ما عارفينش بلي هاد البلاصه ممنوعه على بني ادم. وكيقول الشيخ البغدادي عاودنا ليه قصنا وعلاش حنا وصلنا لهنايا، هو يجاوبنا وقال
نتوما ماشي شغلكم. هاد الولد راه اذى واحد منا ضروري ينتقم منه، ودارهم اصلا ديالنا هما اللي جاو سكنوا فيها، وحنا راه امم بحالكم، وانا كننصحكم باش ترجعوا في حالكم الا بغيتوا تبقاو سالمين. وكيقول الشيخ هنا ما قدرناش نديروا حتى حاجه، وقلنا ليه باللي الحفره منين دخلنا ما باقيش لقيناها، حاولنا باش نرجعوا ولكن بدون فائده. ديك الحفره غبرات، وقال لهم نتوما غترجعوا في حالكم وماشي شغلكم في هذا الشيء. الحفره غادي تلقاوها مره اخرى، ولكن ما تلفتوش وراكم، ولا تلفتوا وراكم غادي تندموا في حياتكم كامله. وكيقول الشيخ باللي رجعنا ثاني لنفس المكان ولقينا جوج الحيوانات عندهم جسم كلب وراس انسان، وكانوا كيحفروا في ديك البلاصه حتى بينوا ديك الحفره منين دخلنا. وكيقول ان نزلت قبل من الشيخ الجرايدي وسبقت راسي وبقيت كنتمشى في الظلام، والشيخ الجرايدي كان مورايا حتى قربنا نوصلوا للبلاصه منين دخلنا في الاول. وهنا سمعت الشيخ الجرايدي كيغوت وكيعيط لمو، وحتى هي تتعيط ليه. واحد شويه كنسمعو كيغوت، شويه ما بقيتش كنسمعو تقطع الحس ديالو، وانا ما تلفتش نهائيا باش نشوف اش واقع، حيت تفكرت الهضره اللي قال لينا داك الجيني، وخفتي لا تلفت توقع ليا شي حاجه. وديك الساعه انا قدرت نخرج من ديك الحفره، بقيت كنتسنى الشيخ الجرايدي ديال فتره طويله، ولكن ما بانش، تما غبر ليه الاثار وما باقيش بان الى يومنا هذا. وانتشرت القصه عند الناس اللي كانوا ساكنين في ديك المنطقه وبقاو كيقلبوا عليه. اصلا ديك الحفره تحت ما باقيش بانت ليه، غبرات بمره. وبعد مده ريبوا ديك الدار، والناس جمعوا شي بركه كل واحد على قدر المستطاع ديالو، وبناو في بلاصه ديك الدار جامع وسموه مسجد محمد الجرايدي. وتصدق واحد من المحسنين وشرات ديك العائله دار فين يسكنوا ويتستروا. والغريب في الامر انه بعد اشهر من الواقعه غادي يلقاو الشيخ عبد المجيد البغدادي كان ميت في داره وبطريقه غريبه، والنمل كان كياكل ليه في راسو، وجميع اعضاء الجسم ديالو كانوا مفصلين على بعضياتهم. الصراحه هذه القصه خطيره وكتخلع بزاف. المهم هنا غنكونوا وصلنا لهذه القصه. اللي ما مشتركش في القناه يشترك ويدير لايك، واخا انت كيبان لك والو ولكن انا كيعني ليا الكثير. وخليو لينا الراي ديالكم في التعليق. الا كنتو كيعجبوكم قصص الرعب قولوها لينا في التعاليق، وما تنساوش تبارطاجيو الحلقه لانه تعد بلا عليها بزاف. كان معكم اخوكم يوسف، نتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.